أهلا بيكي معانا في ثلاثية جديدة من ثلاثيات ريشيك أكاديمي. احنا النهاردة هنتكلم على ثلاثية إزاي يجيلك الإلهام أو إزاي تستلهمي الأفكار وإزاي تبدعي فيها. انت عارفة طبعا إن كل قطعة في التريكو انت بتعمليها دي بتحكي قصة خاصة بيكي انت. يعني لما تطلع حاجة يونيك، حتى لو كان آيس كاب، حتى لو كانت كوفية بسيطة، بتحكي فيها عن حالة معينة انت مريتي بيها، موسيقى معينة سمعتيها. فهنتعالوا النهاردة في الفيديو ده هنتعلم مع بعض 3 طرق بسيطة ازاي تستلهمي الأفكار وكمان يبقى عندك مركز للإبداع انت بس اللي تعرفيه أو تعرفي تعمليه. أول حاجة، اتفرجي على صناع محتوى كتير زي تريشيك أكاديمي. احنا بنقدم كورس مجاني، جزء كده مجاني بيعلمك الطرق ايه ويعرفك على الحاجات للمبتدئات كلها، وبعد كده في كورس مدفوع. كل قطعة تريكو بتحكي قصة من قصصك، حتى لو كانت حاجة بسيطة، حتى لو كانت غرز ومشروع بدأتي فيه ومش عارفة انت عايزة تعملي ايه. كل سطر فيه بيوحيلك بحاجة. ممكن تبدأي بحاجة وتفكيها وبعدين ترجعي تقولي لما اعمل كذا. طب ايه اللي بيخليكي تفكري وتعيدي تفكير تاني وتفكي وتعملي؟ ممكن تكوني شفتي مثلا ألوان، لون معين عجبك، فتنزلي تشتري خيط وتستلهمي فكرة معينة من الأفكار من خلال اللون. دي أول حاجة. تاني حاجة، ممكن تكوني شفتي فيديو لصانعة محتوى عملت حاجة عجبتك، دمجت مثلا كذا غرزة مع بعض، أو عملت غرز جديدة، جابت لك فكرة مثلا بلوفر جديد أو آيس كاب جديد. تجربة الغرز الجديدة، ودي تالت حاجة هنقولها النهاردة، تجربة الغرز الجديدة من أمتع الحاجات اللي ممكن تعمليها في التريكو وانتي بتشتغلي. ما تحرميش نفسك من ال3 إبداعات وال3 إلهامات دول، وتابعينا في سلسلة الفيديوهات اللي جاية من سلسلة ثلاثيات ريشيك أكاديمي عشان تعرفي كل جديد.